طيب بما ان جالي اسئله كتير قوي على موضوع اللايف ده، طبعا انا كنت كل دوت ساكته، لان انا اخدت خلاص ان انا ممكن ابقى مثلا قاعده في حالي ما بعملش اي حاجه ومفيش اي حاجه حصلت، هوب بلاقي اشاعه طالعه عليا، فخلاص بقى اللي هو عارفين انتوا اللي هو ايه المثل اللي بيقول السكوت اشرف من الحرب. انا خلاص بقيت ماشيه بالمبدأ ده بجد يعني. بس قلت اطلع برضو واوضح للناس اللي بتحبني ومتابعاني وعايزه تعرف اللي حصل بالظبط في موضوع اللايف ده. انا كنت قاعده بشرب كوفي ميكس زي ما بشربه قدامكم في الفيديوهات عادي جدا. دخلت واحده قالت لي بتشربيه اشربيه بالسم الهاري بنفس الطريقه كده، ده مقاطعه. وطبعا دعت عليا وعلى عيالي في اللايف اللي انا كنت فاتحاه المهم انا رديت عليها قلت لها حضرتك ده مش مقاطعه، ده مصري، وانا ما اعرفش إن الكوفي ميكس مقاطعه. ده اللي حصل، هوب نمت قمت لقيت اشاعه بقى وكلام متقال عليا وحمله. وعايزه اوضح نقطه مهمه قوي في الموضوع ده، مش كل حاجه تشوفوها تصدقوها. يعني انا دلوقتي كبني ادمه طبيعيه يقول لك ايه، زي ما برضه ما بتتقال بالمثل انا ماشيه بالامثله. ما شتمك الا لما بلغك، طالما انا كلام ما طلعش من لساني زي ما انا ما قدامكم كده صوت وصوره، يبقى اي حاجه اتقالت دي مش بتاعتي، ما تلزمنيش. مش كل واحده تيجي تحط صورتي وتكتب عليها كلمتين من تاليفها ومن اخراجها يبقى هوب الكلام ده يبقى طالع من ام خالد. طالما انتوا ما شفتونيش ان انا طالعه قايله ده في فيديو زي ما انا ما قدامكم كده فيديو صوت وصوره، يبقى الكلام ده ما يلزمنيش ومش بتاعي وما قلتهوش. عشان كده انا كنت ساكته ومش هتكلم. لو كنت سألتيني السؤال ده يعني قبل ما اتجوز واخلف اقول لك بقى ان انا اروح الملاهي واخرج واتفسح واتغدى بره وبصي اديله ادي على الاخر. اما دلوقتي الروقان بقى بالنسبه لي من بعد ما اتجوزت وخلفت وبقيت ام ومسؤوله، الروقان عندي بيتلخص في 3 حاجات. ايه هما بقى ال3 حاجات دول؟ ان ثبت الغسيل يبقى فاضي مفهوش غسيل محتاج ان هو يتغسل، وان البوتاجاز يبقى متلمع وممسوح، لان ماما على طول تقول لي الست النظيفه بتبان من مطبخها وبوتاجازها وان الحوض ما يبقاش فيه بصي معلقه كده تتغسل معلقه. هو دوت الروقان دلوقتي بالنسبه لي، ان البيت يبقى على سنجة 10 وبصي بس كده، مش عايزه حاجه كده تاني من الدنيا، كده رايقه و100 فل و10. برضو السؤال ده اتسألته كتير قوي، ليه قافله الكومنتات؟ قافلاها لان انا زي ما قلت لكم في ناس مريضه ما يتقالش عليها غير ان هم ناس مريضه بيدخلوا يدعوا عليا وعلى ولادي وعلى جوزي دعاء. انتوا بجد يعني انتوا بس مجرد كده ما تشوفوه انتوا جسمكم بجد يقشعر. انا مش عايزه اقول لكم بجد الدعاء اللي بيدعى عليا بيبقى عامل ازاي على الخاص وعلى الكومنتات. فانا الصراحه مش هستحمل ان انا اشوف حاجه زي كده، ومش شخص ولا اتنين، ده انتوا ممكن الاقي مثلا 10 20 داخلين في الكومنتات، فانا مش هستحمل. فخلاص الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، هقفل الكومنتات اريح دماغي. ما انا مش هفضل اسلك في حرق الاعصاب دوت كتير. يعني اللي هو انا مش فاهمه بجد ايه اللي انا عملته كبير قوي كده يستحق كل ده. يعني انا مش فاهمه بكل ده عشان شربت كوبايه كوفي ميكس في اللايف. ايه يا جماعه حبايبي مالكم؟ ما اجرمتش والله. يعني انا يعني ما طبعا بقى انت دلوقتي مستنياني بقى ان انا اقول لك البت بقى الجامده، اقول اللي بنزل الجيم وخاربه الدنيا بقى وبصي بسعى كده بايدي واسناني عشان اوصل للوزن المثالي. بس الحقيقه لا، انا ما بعملش اي حاجه خالص. انا طبيعه جسمي كده ما بتخنش، يعني مهما اكل سرعه الحرق عندي عاليه، ما بتخنش خالص يعني شوفي اتجوزت وخلفت، يعني اتجوزت وخلفت مرتين وما بتخنش، يعني ما بتخنش خالص الا بقى في اخر 3 شهور في الحمل. يعني السابع والثامن والتاسع تلاقيني فيلة، اولد تلاقيني بقى بصي نزلت تاني بقى لوزني الطبيعي. ما بعملش اي حاجة خالص. وطبعا مش هكذب عليكي واقول لك بقى ان انا مثلا بحرم نفسي من لا، باكل كل اللي نفسي فيه. بس انا دي طبيعة جسمي، انا سرعة الحرق عندي عالية. فهو دوت يعني باكل والاكل واكلني. انا ماما على طول تقول لي انت بتاكلي والاكل واكلك ما بيبانش عليا. بس انا مبسوطه يعني بجسمي كده ان انا عشان